طبعا الكلام هنا يعني مش محتاج توضيح. شركة النيل العامة للطرق والكباري قامت بنزع الاسفلت القديم تمهيدا لرصفه هذا الشارع مؤدي الى الكوبري والمعصرة وجلال باشا من جديد. وكان هذا الكلام منذ عامين ولم يتم لغاية الآن رصف هذا الطريق. طبعا طريق غير ممهد ما ينفعش للسير، لا سير العربات ولا سير الدواب ولا سير اي حاجة ابدا. السكة كانت محترمة، السكة كانت جيدة. بتشوف الصحافة الالكترونية وغيرها ان انا مستقل دراجة حاليا. وتشوف المنظر، منظر مش لذيذ طبعا. هنا دي مخلفات الراي كركات عادل مسعود عبسيد. يعني دي وهديد مباني ايضا. يعني نشوف السكة اهي، وهنقابل برضه ناس سواقين وهنسأل. السلام عليكم. هرجع لك انا كده بقى. ايه اللي تقوله في السكه دي؟ ايوه جاي لك اهو. ايه اللي تقوله؟ السكه كلها مطبات مش كده. السلام عليكم. لحظه واحده، ايه رايكم في السكه دي؟ عايزين نتكلم بصراحه عشان نقدر نحل المشكله دي. ازي حالك؟ ايه رايك في السكه دي؟ كانت كويسه منذ عامين. الكلام ده من سنتين ولا انا بتكلم كده وكده ولا هو ده صح؟ صح. لغايه الكوبري السكه دي مكسره بنفس السكه دي كده. ايه اللي تطلبه من الوزاره، من وزاره النقل؟ يصححوا لنا الطريق. ومن محافظ المنيا سمير سلام يعدلوا الطريق. انتوا اديلكم سنتين حاليا. أيوة. صح ولا غلط؟ انا عاوز اسمع رايكم انتوا. الغالبيه العظمى هنا ثانيه واحده ويمشي. ايه رايكم في الكلام ده؟ السكه دي مهدده، اتكسرت منذ عامين. أيوة. كسرتها شركه النيل العامه للطرق والكباري، وخد الميزانيه بتاعتها المحافظ بتاع المنيا. فانا عاوز اسمع هذا الكلام. ايوه. احمد ضياء الدين محمد خليل اتاكل، والعربيه بتتكسر السوسه بتاعتها، والعفشه بتتكسر، وادينا سنتين واحنا في 2011. صح الكلام ولا غلط؟ الميزانيه بتاعتها والسفه والمطبات. عايز اسمع الكلمه دي. المواطنين جرفت برضه من المطبات والتراب كده برضه. برضه يعني كده ولا ايه؟ بتأيدوه ولا هو عايش في قصر ومعاه برفانات وبريحه وباني وحمام وبياكل كافيار وحاجات من دي؟ يعني الترابه والريحه والسكه دي تعبتك؟ تعبتنا طبعا. ايوه المطبات دي. طب العربيه يموت من المطب ده. طب انتوا جايين منين حاليا؟ جايين من البرشا عن طريق الكوبري اللي ربنا الحمد لله سهل له. ان شاء الله. تمام. والسكه دي صعبه. السكه دي صعبه. أيوة. يعني دي لو السفلتت هتريح المسافه دي وتقضي على الزحام. نداء الى السيد سمير سلام محافظ المنيا، سواء كان قاعد ولا هيغادر. المناصب لا تدوم والكراسي لا تدوم. رجاء الاهتمام بالطريق الفرعي الموازي للطريق الترعه الابراهيميه او طريق مصر اسيوط الزراعي، وهو يوصل ما بين جلال باشا وملوي والبياضيه ودير ابو حنس كلمت ومين والشيخ عباده بس الكمبلد والريرمون ودي دار مواس. ايوه مودي دار مواس وتل العمارنه. ماشي، ربنا يوفقك. حفظ الله. واسيوط ايوه. ربنا يوفقكم بحفظ الله. مع السلامه. حال ماشي روح. انت مرتاح على السكه دي؟ لا. ايه اللي مطلوب طيب؟ المطلوب تترصف ويعاد الشيء لاصله. ونطلب الكلام ده من سمير سلام محافظ المنيا. يعني من اول الكوبري، من اول فرتانيه لغايه كيلو كمان عذاب او كيلو ونص عذاب. والسكه دي كانت خطره. والعفشه برضه والكاوتش. انا عاوز اسمع
عايز اتكلم معاك عن السكه دي زعلك. الله يبارك فيك. ايه اللي دغدغها كده وصلها للطريق السيئه دي؟ ما كانت كويسه. كانت كويسه، جابوا لها زلط ولا رصفوها ولا عملوا. كسرتها شركه النيل العامه للطرق والكباري. لا كسرها سمير احمد ضياء الدين محمد خليل محافظ المنيا. ده من سنتين الكلام ده. ده من سنتين. اي كنا شغالين شهر. اي من ساعه ما جينا اشتغلنا هنا وهي على هنا. ايوه من سنتين الكلام ده. كسرت العربيات كلها. ما دي تدغدغ العربيات وتتعب الناس. يعني طابه وترابه اللي واحده كبيره زي دي عندها حساسيه، عندها واحد مصاب، واحد ظهر واجعه. وادي سنه. صحش الكلام ده. ما يجيش 2 كيلو يعني. مش كده 2 كيلو. هو واخد 5,650,000 جنيه عشان اعاده الشيء لاصله. نداء الى السيد سمير سلام محافظ المنيا، انت تسمع شكوى السائقين. شكرا. شكرين ربنا يوفق. سنتين على الوضع ده. طب ايه المطلوب؟ نقول لسمير سلام محافظ المنيا، ما سلام محافظ المنيا، انت تسمع شكوى السائقين. شكرا. شكرين ربنا يوفق. طبعا قامت الثورة من أجل التعمير، من أجل التغيير، من أجل التبديل، من أجل التطوير، من أجل التنمية، من أجل الترقية، من أجل التهذيب. يعني من حين لآخر نسمع أنه لا توجد مياه، لا توجد أسمدة، السكة مكسرة، السكة بيعبر عليها العابرون مكسرة، الناس بتعاني. طيب وبعدين الى متى؟ دول كلهم 2 كيلو متر، السكه دي كلها 2 كيلو متر، 2 كيلو متر، يعني مش هياخدوا من ميزانيه المحافظه ولا ميزانيه الدوله ولا ميزانيه الملوي او ميزانيه غيرها الا شويه، يعني مش هقول ريالات، لا هياخدوا شويه الوف كتار، وممكن يكونوا مليون، مش مشكله، مليون الا ربع، ولكن انتوا كسرتوها. انا بكلم نفسي، انتوا خلتوني اكلم نفسي، انتوا كسرتوها، رجعوها. ما يصحش. العربيات بتتكسر، والموتوسيكلات بتتكسر، التكاتك بتتكسر، الناس بتتكسر. اللي عنده تنمية وعايز يتحرك يمين شمال ما بيقدرش. بتيجي في التنمية، بتيجي في التعمير، بيجي في التطوير. يعني ما يصحش، يعني ما يصحش. ونحن في نهاية ادينا 7 اشهر من الثورة، يعني 6 اشهر ثوره حاليا. النهارده يوم 26 النهارده 7/2011 الموافق الاثنين. ما يصحش نكسر سكه كانت سليمه، احنا كسرناها ليه اصلا؟ سؤال، انا هوجه هذا السؤال واعتبر انها قضيه فساد. من الذي امر بتكسير هذه السكه كانت سليمه؟ انا بنتقل من مكان الى اخر. من الذي امر بتكسير هذه السكه وكان سليمه؟ السلام عليكم، ازيك يا عم لطفي؟ ايه الحكايه بتاعت السكه دي؟ طريق مكسر مش عارفين. طب ايه اللي تقوله للمحافظ سمير سلام؟ المحافظ اللي كان الاول هو اللي كان واخد خد الفلوس، ما احنا عارفين هذا الكلام. خد الفلوس وماشى وهرب. ايوه وكده احنا عندنا كاوتش بيتاكل، عبشه بتتاكل، كله بيتاكل. ماشي يا عم لطفي، رامي ماشي، ربنا يديك الصحه.